مساء الخير، شايفين الهريسة اللي بالنوتيلا حاجة جميلة جدا. بنروح نشتريها من بره الكيلو ب200 جنيه وب300 جنيه. تقدري تعمليها في بيتك وتقدري تعملي منها كمان مشروع، تعبيها في علب زي دي بطريقة سهلة جدا ومش مكلفة خالص. يعني النهاردة هنعمل صينية مقاس 40 سنتي، مش هتكلف علينا 100 جنيه. أول حاجة هنجيب بولة وهننزل فيها بكوباية وربع مية، كوباية وربع مية، مية مش سخنة، مية عادي. آه، مية بدرجة حرارة الجو عادية. وهننزل عليها بنص كيلو سكر بما يعادل كوبايتين كبار، وهننزل عليهم بمعلقة أو معلقتين عسل جلوكوز. طبعا عسل جلوكوز بيكون جامد. لو احنا في الشتاء يكون ماسك شوية، فلو هو ماسك شوية يعني هندفي المية شوية. المية اللي احنا بنعجن بيها هندفيها شوية، ممكن نقلب العسل الجلوكوز في المية لوحدهم وبعد كده نفضيهم على السكر عادي ونقلبهم. لكن لو احنا في الصيف والجو حر وكده بتتقلب في المية عادي وبتدوب معاك بسرعة. طبعا الجوز هند هو روح الهريسة. احنا النهارده عشان نعمل هريسة بالنوتيلا فاحنا لازم الطعم عندنا بناخده اساسا من الهريسة. هنحط معانا نص كوباية جوز هند، يكون خشن كامل الدسم يفضل يعني. ومعانا رشة فانيليا، تدي نفس كويس وتخلي الهريسة طعمها جميل. بعد كده بنجيب معانا كوباية سمنة، بس طبعا احنا ما بنفضاش كلها، بنفضي كوباية إلا ربع سمنة وبنسيب الربع الكوباية دي عشان ندهن بيها الصينية اللي احنا هنحط فيها الهريسة. وأخيرا معانا كيلو سميد. كيلو سميد عبارة عن 4 كوبايات سميد، يعني بالكوباية 4 كوبايات سميد. بنقلبهم كويس بالراحة. الهريسة بتتلم ما بتتعجنش، يعني هي مش شبه عجين الفطير، مش شبه عجين العيش. احنا بنقلبها بحيث ان السميد والسمنه والعسل المكونات كلها تتشرب في بعضها. خلاص كده بمجرد ما السميد بتاعنا اتشرب في بعضه، بعد كده بكل بساطه خلاص كده هي اتعجنت عامه. بنجيب الصينيه بتاعتنا بالسمنه اللي كانت فاضله عندنا في الكوبايه، بنفضيها في الصينيه وبندهنها كويس. طبعا السمنه مش مهم عندنا الصينيه تكون فيها سمنه كتير، اهم حاجه احنا بس بنفصل آه، الهريسة عن أرضية الصينية بحيث إنها ما تلزقش. طبعا نوع السمنة مهم جدا جدا جدا. لو سمنة بلدي هتوديلك الهريسة في حتة تانية خالص. أفضل حاجة في الهريسة إنها تكون سمنة بلدي، ويفضل جدا لو سمنة نيوزيلندي أو فرنساوي، السمنة اللي هي البلدي المستوردة. طبعا بتبقى غالية جدا، بس طبعا انت وايه ومزاجك، يعني انت ومقدرتك. لكن السمنة البلدي هي روح الهريسة. بنفردها زي ما انتم شايفين كده في الصينية. الصينية بتاعتنا مقاس 40، صينية كبيرة تطلع معاكي كمية كبيرة على فكرة. حتى لو عايزة تشتغلي ممكن تطلع معاكي تكسبي من فيها كويس جدا. يعني بعد كده بندخلها النار على درجة حرارة 180 وبنسيبها في النار في الرف اللي في النص. لو انت عندك الفرن بحرارة تحطها في اي مكان وبتظبط درجة الحرارة بتاعتها. وعبال ما الهرسة بتاعتنا تستوي هنعمل الشربات بتاعنا. هنجيب بولة او حلة وهنحط فيها 4 كوبايات مية وعليهم كوبايتين سكر. 4 كوبايات مية عليهم كوبايتين سكر فقط لا غير. الهريسة ما بتحبش الشربات يكون تقيل. تكون الهريسة بتاعتنا بعد كده استوت، يعني هو عبال ما يغلي عندنا هتكون الهريسة استوت. ودلوقتي الهريسة بتاعتنا بعد ما استوت جبناها وجبنا الشربات بتاعنا وحطينا عليه كبشة سمنة بلدي من على الوش. كبشة السمنة البلدي دي بتخلي الهريسة طعمها جميل جدا وبتدي ريحة جميلة جدا للهريسة. بنبدأ نشرب الهريسة بتاعتنا بالراحة لحد ما تشرب الشربات بتاعنا. حجم الصينية بتاعتي اللي هو مقاس 40 على كمية الشربات اللي أنا عاملها هياخد مني الشربات اللي أنا عامله كله. طبعا لو خدت الشربات كله ده معناه إن أنت مسويها درجة حرارة مظبوطة. ممكن في بعض الأحيان ما تقبلش منك الشربات كله، وممكن في بعض الأحيان تحس إنها عايزة شربات تاني. لا، هو كفاية عليها كمية الشربات دي. هنسقي الهريسة كويس
ونسيبها تبرد، يعني هنسيبها تبرد حوالي ساعتين أو 3 قبل ما نحط باقي المكونات بتاعتنا. شايفين كده بنحط إيدينا على الصينية عشان نتأكد إنها شربت الشربات بتاعها من كل مكان. شايفين الجمال؟ هي كده أصلًا من غير نوتيلا تحفة. دلوقتي بقى بنجهّز عندنا النوتيلا بتاعتنا، في نوتيلا اقتصادية وفي نوتيلا اللي هي الأصلية، حضرتِك على حسب مقدرتِك. لو عايزة تشتغلي تجاري صعب جدًا إن أنتِ تحطّي النوتيلا الأصلية، لأنها غالية جدًا. دي نوتيلا تبع شركة سما، حاجة محترمة جدًا. أنا جبتها وما خفّفتهاش، يعني أنا جايبها خام، حطيتها على حمام بخار، يعني مَيّة وحطيت عليها النوتيلا، فكِّت معانا وساحت بالمنظر ده. ولو جامدة معاكِ أو رابطة ممكن تدّيها كام معلقة زيت، زيت مش مَيّة، النوتيلا ممنوع تدّيها مَيّة. ومعانا بسكوت بوريو هنزيّن بيه، ومعانا شوكولاتة كريسبي كمان هنزيّن بيها. دلوقتي هنجيب الصينية الهريسة بتاعتنا وهنفضّي عليها كمية النوتيلا بتاعتنا، كمية النوتيلا اللي الصينية خدتها تقريبًا حوالي نُص كيلو أو أقل شوية، حوالي نُص كيلو نوتيلا أو أقل شوية. بنفضّي النوتيلا بتاعتنا وبنفردها بالراحة لحد ما نساوي النوتيلا على وش الصينية كلّها. ودلوقتي بعد ما فردنا النوتيلا وخبطناها كام خبطة كده على الرخامة، فردنا بيها النوتيلا عشان تتساوي معانا كده، جبنا صوص شوكولاتة وحطيناه في أي كيس عندِك عادي، هتخرميه خرم من قدّام وهتبدئي تزيّني بيه على الوش. ممكن كمان تجيبي صوص فانيليا بيكسر معاكِ اللون بعد الشوكولاتة، وبرضه تعملي كمان خطوط تانية. الموضوع بسيط جدًا على فكرة، تقدري تعمليها في البيت ببساطة جدًا، مش متعبة، مش بتبذلي مجهود فيها، دي حاجة جميلة خالص. أهو خطوط كده زي دي كده. بعد كده بنجيب سكينة أو خلة سنان أو أي حاجة أو خلة شيش طاووق، وبنبدأ نشرحها زي ما أنتم شايفين كده عشان نزين الوش بتاعها. التشريحة دي كده بتديكي المنظر اللي انت النهائي بتاع الصينية. شايفين كده بكل بساطة عملنا بالشكل ده من جهة، وبنلف نعمله من الجهة التانية عادي. بنلف الصينية وبنبدأ نشرحها نفس التشريحة دي من الطرف التاني. شايفين شكلها بقى حلو قوي. هنبدأ نشرحها بالمقطع، ممكن ما تقطعهاش، هي انا قطعتها وهي كانت سخنة ودي حاجة مش صح، بس انا كنت عايز اخلص بصراحة الفيديو. لكن لو حضرتك شرحتيها بس كده عشان تزيني سهل، يعني ممكن تشرحها على النوتيلا كده بس وتزينه، وبعد كده بتقطعيها براحتك زي ما انت عايزة. هنبدأ نحط البسكوت بتاعنا نرصه ونرص الكريسبي. شايفين المنظر؟ حاجة تحفة، والله العظيم أحسن من اللي في المحلات كمان، يعني في محلات ما بتعرفش تعملها بالجودة دي كده. في النهاية بتروح تشتريها بمبلغ عشان تاكلي انت وولادك، تصرفي مبلغ كبير، وممكن عشان تشتري نص كيلو تروح تصرف لك 150 جنيه، ما حدش بيستفاد اي حاجة يعني.
لو كل واحد خد حتة خلاص كده نص كيلو خلص. الصينية ديت تطلع حوالي 4 كيلو، حوالي 4 كيلو. شايفين الجمال وشايفين المنظر عاملة ازاي؟ ادي كده الفيديو بتاعنا خلص. يعني شايفة، بص بكل بساطة عملناها، ما خدش معانا وقت. طبعا انا قطعتها وهي سخنة ودي حاجة مش صح، بس انا كنت عايز، كان عندي حاجة عايز اعملها وكنت عايز اخلص الفيديو. ماشي. لكن انت هتعمليها وتسيبها تبرد خالص خالص قبل ما تقطعيها، لو باتت معاك يكون افضل. بص كده المنظر، بص الجمال، والله العظيم كان طعمها خطير، خطير جدا يعني. جربيها وان شاء الله تعجبك. الموضوع سهل وبسيط وممكن تعملي منه مشروع. ممكن تعملي بدل الصينية ديت تعمليها في صاج وتقطعيها، ممكن تطلع معاكي مثلا حوالي 10 قطع. تعمليها في علب، تبدأي تبيعي العلبة ب40 جنيه أو ب50 جنيه، هتلمي معاكي رقم كويس. لو جنبك سوبر ماركت أو أي حاجة ممكن تبيعي له وهو يبيع المنتج بتاعك. الموضوع مش صعب خالص، ممكن تعمليها مشروع من البيت والموضوع سهل خالص خالص خالص. ماشي. جربيها، ولو عجبك الفيديو اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس واكتبي لنا تعليق كويس كده عشان نقدر نستمر معاكم. مع السلامة.